النسخة اللي موجودة في مصر. انتقال كيليان امبابي لريال مدريد كان المفروض يخلي الفريق مرعب الموسم ده. فكر فيها، امبابي من أفضل اللاعبين في العالم، وانضم الفريق أحلامه اللي كسب دوري أبطال أوروبا الموسم اللي فات ده على طول، ولكن للأسف الفريق مش بيأدي كويس زي ما كان متوقع، وامبابي بيتعرض لانتقادات حادة طول الوقت. فإيه بالظبط السبب في كده؟ وهل امبابي هو مشكلة ريال مدريد دلوقتي ولا الموضوع أكبر من كده؟ امبابي عنده كل مقومات الجناح الشمال اللي بيقطع للعمق ويسجل أهداف كتير بسبب سرعته وقدراته الفنية عامة. So in terms of inspiration for this type of movement and the way you play, who is that for you? Different. I think as a French player you can say Thierry Henry. لكن للأسف ريال مدريد عندهم فينيسيوس جونيور اللي هو حاليا مش بس أفضل جناح شمال في ريال مدريد، لكن هو كمان أفضل لاعب في العالم، وده خلى فكرة إن امبابي يلعب في مركزه مستحيلة تقريبا. ده عامل صداع كبير لكارلو أنشيلوتي اللي زي أي مدرب لو في مكانه هيقرر إنه يلاعب امبابي كمهاجم ويسيب فينيسيوس في مركزه على الجناح الشمال. وطبعا دي فكرة فاشلة لحد دلوقتي، لأن امبابي ما عندوش القدرة إنه يلعب كمهاجم رقم 9، ما بيقدرش يستلم وظهره للجون ولا يبني لعب زي كريم بنزيما مثلا، وده بيخلي امبابي بيميل ناحية الشمال كتير لأنه متعود على المركز ده أكتر. والوضع الغريب ده بيخلينا نسأل، هل ريال مدريد كان محتاج يتعاقد مع امبابي وهو عنده فينيسيوس ورودريجو اللي مركزهم جناح شمال برضه؟ ليه تتعاقد مع جناح شمال ثالث وانت محتاج مهاجم؟ الفكرة دي أثبتت فشلها كتير. مثلا برشلونة تعاقد مع جريزمان وحصلت نفس المشكلة، فهل امبابي هيفشل مع مدريد للسبب ده؟ يا ريت تعرفني رأيك في كومنت تحت، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو عايز تشوف فيديوهات من النوع ده، لأننا هننزل فيديو بشكل أسبوعي. المهم النتيجة للكلام اللي فات ده إن بقى عندنا صور زي دي، كل مهاجمين ريال مدريد ومعاهم بلينجهام بيحبوا يلعبوا على الناحية الشمال، ودي أول مشكلة لمبابي في مدريد. تاني مشكلة هي البيئة الصعبة للنادي. مش سهل انك تلعب لريال مدريد وخصوصا انه هو بطل اوروبا، مش مثلا كان في فترة سيئة. مثلا كريستيانو رونالدو بدايته مع مدريد كانت صعبة، مع انه كان جاي وهو احسن لاعب في العالم من مانشستر يونايتد ومحقق كل حاجة ممكنة معاهم، وجه في فترة مدريد ما كانش اقوى فريق في اسبانيا حتى، ورونالدو بشخصيته وغروره وقع فترة بسبب الضغط ده. فهل امبابي هيقدر يواجه الضغط ده في الاول؟ اعتقد هياخد وقت لان الموضوع صعب جدا، ودي حاجة متكررة بنشوفها في مدريد. الجالاكتيكوس مر بنفس المشكلة، وكاكا وهازارد ولاعبين كتير منهم فينيسيوس نفسه اللي كان الكل بيستخدمه كمادة للسخرية في أول فتراته مع مدريد، ولولا إن زيدان كان واثق فيه كان زمانه اتباع زي لاعبين كتير شباب في مدريد. وتالت مشكلة لمبابي مع مدريد هو اختلاف الدوري الأسباني عن الفرنسي. اللعب مش مفتوح ومفيش مساحات كبيرة في أسبانيا زي فرنسا، وكمان أسبانيا فيها أتلتيكو برشلونة اللي هم منافسين صعبين، عكس الدوري الفرنسي اللي كان باريس مسيطر فيه بالطول والعرض. والمشكلة الرابعة هي إن في إصابات كتير للاعبين مهمين في ريال مدريد في الدفاع زي كارفاخال وميليتاو، وكل شوية حد من الدفاع بيتصاب، ولما دفاعك يكون مش كويس ده بيخلي خط النص ينكمش لتحت، وبالتالي هجوم وتحولات أقل وفرص تسجيل أقل. ومبابي لاعب بيعتمد على التحولات دي أصلا، وده بيعمل ضغط كبير على الفريق كله. ومبابي نفسه للأسف مش بيشارك في الدفاع كتير، فبيكون معرض للنقد طول الوقت، وبيبدأ يكون عنده مشاكل في الثقة وفي نفس الوقت قلة التركيز. وده شفناه ضد ليفربول مثلا وضد برشلونة لما وقع في التسلل 8 مرات. مشكلة كمان عند مبابي وهي إنه مش بيحاول يغير من أسلوب لعبه أو يعمل أي أدوار وهو مش مقتنع بيها. مثلا في باريس كان عايز الفريق كله يكون بيدور حواليه، وأي لاعب يعترض كان غالبا بيمشي في ظل محاولات باريس للتجديد مع مبابي. لما تجمع العوامل دي كلها مع فكرة إنه بيعيش في بلد مختلفة لأول مرة والضغوطات النفسية إنه بيتقارن مع كريستيانو، هتلاقي إن اللي بيحصل مع مبابي طبيعي جدا. ولحد دلوقتي هو عامل أرقام كويسة نسبيا ولسه بيحاول، وكلها مسألة وقت وهيتأقلم على الوضع الجديد. وده يخلينا نسأل، هل التعاقد مع مبابي هو مشكلة ريال مدريد الموسم ده؟ كارلو أنشيلوتي قال في لقاء صحفي إن مدريد عندهم مشكلة في التوازن، وممكن يجي في دماغنا إنه اللي يقصده مشكلة إن هجومه كله بيفضل اللعب على الشمال، ولكن ده مش قصد أنشيلوتي. أنشيلوتي مدرب مختلف عن اللي موجودين في العالم دلوقتي، ما عندوش أسلوب لعب ثابت بيحارب عشانه زي جوارديولا وكلوب مثلا. بالعكس هو مستعد يتأقلم على أي أسلوب على حسب الفريق اللي معاه، وبيدي حرية كبيرة للاعبين بتاعته. وهو شخصيا قال إن اللاعبين أكيد عارفين يعملوا إيه بالكورة
أحسن منه، فبيديهم الحرية، وإن الكورة مش بالتعقيد اللي كل المدربين الحاليين بيحاولوا يصوروه. With the ball is completely different. The ball you have to consider the creativity of the player. That is really important in attacking football. So I give a lot of information defensively. فأنشيلوتي شايف إنها مسألة وقت ومبابي وفينيسيوس هيتأقلموا على اللعب مع بعض والهجوم هيكون كويس، وده طبيعي إنه ياخد وقت فعلا لأن مدريد ما عندهمش أسلوب لعب، بنحس بعشوائية كبيرة وهم بيلعبوا. وأحسن واحد وصف الموضوع ده كان توماس توخيل بعد المباراة اللي كانت بين بايرن ومدريد. أنشيلوتي بيلعب بأسلوب منتشر في الدوري البرازيلي اسمه ريلاتيفيزم، لو حد مهتم ممكن نعمل عنه فيديو في المستقبل برضه. طيب لو مشكلة إن الفريق كله بيلعب على الشمال مش هي قصد أنشيلوتي إنهم عندهم مشكلة في التوازن، تبقى إيه هي المشكلة اللي يقصدها؟ مشكلة مدريد الحقيقية اللي يقصدها أنشيلوتي هي اعتزال توني كروس. كروس كان من أفضل لاعبين الوسط في العالم، وكان حجر أساس في كل نجاحات مدريد آخر 10 سنين، هو اللي كان بيعدل الميل بتاع الفريق عن طريق إنه بيوزع لعب صح، وكان بيخرج اللعيبة في الوقت الصح. يمكن لو كروس موجود كان امبابي ما وقعش في كل التسللات دي اصلا. فريال مدريد محتاج يعوض توني كروس في اسرع وقت، وكمان محتاجين يحلوا مشكلة الاصابات الكتير والحالة البدنية السيئة الموسم ده. خوان لابورتا رئيس برشلونة قال من فترة إن مبابي هيدمر غرفة ملابس ريال مدريد، وده بيفكرنا بشكل ما بالجالاكتيكوس، وإن مش معنى إن مدريد عندهم أفضل لاعبين في العالم إنهم بالضرورة هيكونوا أفضل فريق في العالم. زي ما يوهان كرويف قال اختار أفضل لاعب في كل مركز وهيكون عندك 11 لاعب قوي من تشكيلة قوية، وكلنا شفنا ده مع أول جالاكتيكوس اللي فشل في إنه يحقق اللي كان الكل مستنيه منه. فهل هنشهد إعادة سيناريو الجالاكتيكوس ده مع الجيل الحالي؟ عرفنا رأيك تحت. كتير من جماهير ريال مدريد عايزين كارلو أنشيلوتي يسيب تدريب الفريق الموسم ده، وده مفهوم طبعا، ولكن باستثناء زيدان. هل في مدرب في العالم يقدر يسيطر على غرفة ملابس مدريد لو أنشيلوتي مشي؟ هل في مدرب هيقدر يلاعب مبابي وفينيسيوس ورودريجو وبيلينجهام مع بعض؟ بصراحة أنا شخصيا ما أعتقدش، وشخصيا متوقع إن لو برشلونة أو أتلتيكو مدريد مستواهم اتحسن الريال مش هيكسب بطولات الموسم ده، ولو كسبه فمش هتكون بطريقة كويسة. وأخيرا ريال مدريد مش نادي بيلعب كورة جميلة، ولكنه نادي بيعرف إزاي يكسب، وفي سنين كتير كان الريال بيكون الطرف السيء وبيكسب في الآخر كل مبارياته تقريبا. فما أعتقدش إن النادي قلقان من سوء الأداء على قد ما هو قلقان من سوء النتائج، وكل جمهور مدريد يتمنى أكيد يشوف كورة جميلة والفوز في نفس الوقت. وفي حاجة كمان محتاجين نفتكرها، وهي إن مدريد كسب بطولات كتير الموسم اللي فات، فالجيل ده ممكن يكون شبع شوية والأداء ساء نتيجة لكده. كل اللي قدامنا دلوقتي إننا نستنى لآخر الموسم عشان نشوف الريال هينهيه إزاي، ومين عارف يمكن ينتهي بإن مدريد يرفع دوري الأبطال مرة كمان ويكسب كمان كل البطولات، والخوف والتحليل ده كله ما يكونش ليه قيمة. وأخيرا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب لنا تحت عايز الفيديو الجاي يكون عن إيه. شكرا على المشاهدة، سلام.